السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي فوق الجميع قولا واحدا. بصراحة أنا بتكلم الحلقة دي أنا عاملها مستثار جدا ومستفز جدا، وشايف إن الأهلي ممكن يخش في دوامة هو في غنى عنها، ولازم الأهلي يعرف، والناس دي عارفة كويس قوي إن هما من غير الأهلي كانوا ولا حاجة، ما كانوش نجوم، ما كانوش حاجة. الأهلي اللي لمعهم، والأهلي اللي اداهم ميديا، والأهلي اللي قواهم، والأهلي اللي بيعمل سكواد جامد، والأهلي اللي جماهيره بالملايين الملايين، اللي بتخليهم ملء السمع والبصر، والأهلي الميديا بتاعته اللي الواحد فيهم بيجي يخش يحلق دقنه بيتعمل له فيديو كليب. ده الأهلي اللي عمل الناس دي كده. على رأس هؤلاء اللي أنا شايفهم متمردين ونقوص خطر للنادي الأهلي أحمد عبد القادر. لازم الإدارة تتخلص منه قولا واحدا. أحمد عبد القادر يمشي يروح الزمالك. من إمتى الأهلي بيخاف إن واحد يروح الزمالك ولا يروح أي حتة؟ كان عمل إيه لما سافر بره ولعب بره؟ ولا حاجة. الأهلي اللي مشى حسام حسن وإبراهيم حسن في عزهم، الأهلي اللي مشى طاهر أبو زيد، الأهلي اللي استغنى عن الحضري، الأهلي اللي استغنى عن أحرف ناشئ كان في حتة، ودلوقتي أديكوا شايفينه بقى عامل إزاي مع إنه في نادي غني جدا ولديه الإمكانيات، بيراميدز، رمضان صبحي. ده الأهلي هو اللي عمل الناس دي كلها. فأنا مش فاهم إحنا بقى عندنا إيه المشكلة اللي عندنا؟ إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ والأخ المتمرد اللي أنا معتبره أكبر غلطة، مع الناس هتزعل إن أنا بتكلم من قلبي كأهلاوي. أنا بحب الأهلي وبعشق الأهلي أهم من أي لاعب في الدنيا. إمام عاشور دخوله الأهلي كان غلطة. إمام عاشور سلوكيات هذا الشخص لا تقل سوءا عن سلوكيات كهربا، لا تقل سوءا عن سلوكيات أحمد عبد القادر. ويجب إذا أصر وفضل ماشي بهذا المنوال وإن هو صاحب الكورة والتكبر والعجرفة ووكيله أحمد يحيى، لو ما خدش زي تريزيجيه وزي زيزو، عاجب له عروض من السعودية وعاجب له عروض من فرنسا ولا من أوروبا. هات له من زي ما أنت عايز، هات له من الخليج، هات له من جزر القمر، هات له من أي حتة. إحنا مش عايزين اللعيبة دي بصراحة. اللعيبة دي وبال على الأهلي. اللعيبة دي بتأذي الأهلي، والأهلي فتح باب جهنم عليه بصراحة. موضوع الطرديات دوت، هو كل لعيب هيلعب ماتشين كويس، كل لعيب هيجيب له جونين يتعمل له طردية؟ ده مش منطق أبدا، مش منطق. انت اللي عامل المنظومه دي، انت ليه مستقل بنفسك؟ انا بكلمك كاداره الاهلي، ليه مستقل بنفسك؟ انت منظومه وامبراطوريه عظيمه هي اللي خلت العالم دي بني ادمين كده وظاهرين بالشكل دوت. الاخ امام عاشور كان مع بن شرقي وساسي وطارق حامد وشيكابالا وزيزو في عز مجدهم، واتغلبوا في نهائي القرن في كاس في دوري الابطال. فريق الاحلام ده وقع مع بعضه حوالي 5 سنين ما عرفوش ياخدوا دوري الابطال، حتى غير النهائي اللي لعبنا معاهم، وغيرهم كتير يعني. ففي ايه؟ في ايه؟ الاهلي 12 بطوله افريقيا، 10 كاس العالم للانديه ولا 11 مره. ها، قبل ما نشوف وش امام وش احمد عبد القادر و44 دوري و37 كاس. في ايه؟ اللي مش عاجبه يتكل على الله، يجيب عقد كويس ويمشي. ارجوكم ابوس ايديكم. واللي اسمه ادم وطني واحمد يحيى ويحيى علي دي شركه واحده. هذا المتجاوز اللي هو ادم وطني اللي قال لك، اللي مش عايز اقول الكلمه اللي قالها على محمد يوسف، على كابتن محمد يوسف. الناس دي المفروض العلاقه تتقطع بيهم تماما. والاخ امام عاشور لو مش عاجبه يشرب من البحر، يشوف مكان تاني. كل شويه بيهدد الاداره، لو ما خدتش زي زيزو وتريزيجيه امشي. امشي ارجوك امشي. انتوا مشكله، سلوكياتكوا زفت. كنت عملت ايه في الدنمارك؟ كنت عملت ايه في الزمالك؟ فوقوا. ده الاهلي اللي لمعكوا وكبركوا. على اداره الاهلي ان هي تتعامل بقوه وبصرامه مع هؤلاء. احمد عبد القادر لازم يمشي، امام عاشور لو ما اتعدلش يمشي. ارجوكم ما تكسروش الاهلي. من امتى الاهلي بيتعامل بهذه اليد الرخوه؟ شكرا، سلام عليكم.